اهلا البنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ هانيه نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وانتم في الصحه جيده ان شاء الله بحول الله. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والنبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. هانتوما معايا، ما تمشيو فين وانتم كتفرجوا. الله يجازيكم بخير. كملوا الفيديو حتى التالي وديروا داك اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي بالنسبه مرحبا بالناس القدام والجداد، داركم والقناه قناتكم. وهانتوما معايا تيتسالى الفيديو ان شاء الله بحول الله. الله يجعلها في ميزان حسناتكم فضلا ليس امرا. انايا حكيت واحد الحبه ديال المطيشه متوسطه على حسب الكميه اللي عندي، وهنا غادي نشد هاد البصيله. وهانتوما معايا بالنسبه للكومونتيرات، الله يجازيكم بخير. خليو لي كومونتيرات قليه بوريضه هكا، شي حاجه اللي كتبتوه. وبالنسبه لواحد السيده كتبت لي، ما عرفتش واش الاخت ولا اخ ولا ما عرفتش شكون اللي كتب لي داك الكومونتير، الساعه ما عرفتش شكون. الله يجازيك بخير. ايه راه داك الكومونتير ما تقلقتش وما طلعليش الدم ولا هكا، ما زعما ما بقاش فيا الحال، لان راه بصح الواقع. كتبتي لي اختي، راه كيما كتعرفيش تكتبي العنوان، شوفي اللي يكتب لك اختي ولا خويا. الله يجازيك بخير، شكرا على النصيحه. ولكن انا عارفه راسي، راه بعض المرات كنغلط في العنوان. الا كنتي انت اختي ولا اخويا انت قاري، راه ماشي كلشي قاري، فهمتي؟ هنا راني قشلت ديك البصيله ودرت داك واحد الضويمه ديال الثومه. انا راني ما كان بعض المرات راني كنغلط، ولكن كندير داكشي اللي كنعرف وداكشي اللي قديت عليه. وشكرا على النصيحه، الله يجازيك بخير. وهنايا غادي ندوز للعطريه ديالي. هنايا درت سكينجبير والملحه والبزار، وغادي نزيد الخرقوم. غادي نزيد زويته. صافي، وغادي نحرك وغادي نقلي داك الدجاج حتى يتقلى يتشحر مزيان. وهانتوما معايا كملوا الفيديو حتى التالي، الله يسهل عليكم والله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي. وانا من بعد ما تشحر لي الدجاج صافي، هنايا زدت مريقه. ودابا غادي نرافقو بخيزو بطاطا طويجين كيجي غزال ديال الخضر. صافي هنا الطويجين ديالنا هو من بعد ما طابت ديك الخضيره. درت واحد جوج مزيودات وقطعت واحد شويه د الربيع درتو هكا من الفوق. وهنا غادي ندوزو ان شاء الله، غادي نوجد معكم واحد الكيكه اقتصاديه وناجحه، غير بيضه وحده. درت هنايا رشيشه د الملحه ودرت البيض، وغادي ندير سنيده وغادي نطرب كل شيء، نطرب العناصر ديالي كاملين. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال، عندي هنايا الروح ديال الفاني، عندي غبره، وانتم ديروا اللي متوفر عندكم هكا، غير واحد شويه. صافي وغادي نطرب مزيان. انا غادي نخدم غير بالفوي، نتوما الا كان عندكم الباطو خدموا به.
وهنايا قطعت التفاح ودرتو هكا ستفتو في اللاطه. من بعد ما طربت داك البيض مع سنيده مع الفاني. هنا غادي نزيد كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الماء، الا كان عندكم نتوما مشروب غازي ديروه، نص كاس ديال الزيت، كيكه اقتصاديه وناجحه. صافي داك الزيت درتو الدفعه الاولى الدفعه الثانيه، وغادي نطرب مزيان. هنا غنزيد 2 معالق كبار ديال الكوك، جوز الهند، وبالنسبه للدقيق على حساب الخليط. هاد الكيكه هادي راني درتها بالفرص الحرش والفينو، جات زوينه وجات واعره، كتجي مرمله. صافي هنايا الدقيق على حساب الخليط. عندي هنايا 2 اكياس ديال خميره الحلويات 8 غرام. وبالنسبه للخميره ضروري نديروها هكا مع الدقيق باش كتخلط، باش ما كتجيش الكيكه، ما كتجيش فيها دوك البويقات وما كتطلعش جهه ما كتطلعش، ما كتجيش جهه طالعه جهه هابطه. ضروري هكا يتخلط مزيان. وهنايا باقي خاصني نزيد دقيق لان الخليط ديالي باقي خفيف. صافي انا غنزيد الدقيق ديالي وغادي نطربو مزيان. ضروري الخليط يتخدم مزيان حتى تحسوا به ما بقاش فيه كاع دوك الحبيبات ديال الدقيق. الكيك باش كيجي ناجح ما تجيش العجينه ديالو خفيفه بزاف، ضروري تكون العجينه هكا ما ثقيله ما خفيفه، باش ما منين كيطيب ما كيطلعش وكيولي يهبط. انا عندي ديك القشره ديال الكوك. هنا غادي نزيد 1 معلقه كبيره ديال الخل، راه هو اللي كيخلي الكيك ديالنا باش كينفعل وكيجي يسفانجي كيجي عالي. وهاد الكاس هذا كانت فيه غير ديك الزويته وليت زدتها، ماشي زعما شي اضافه اخرى. صافي كان هذا هو القوام ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا.
غير تطرب، كل ما تطرب الخليط مزيان كل ما كيطلع الكيك زوين. وبالنسبه لهذا المول ديال الفران، دهنته بالزيت ورشيت عليه الدقيق وقطعت هكا واحد جوج تفاحات وستفتهم هكا من التحت. بغيتو ديروه في الوسط ديروه، انا درتو غير هكا من التحت. درت غير في هذا المول صغير لان غير بيضه وحده اقتصاديه وكتجي زوينه وناجحه. الا بغيتو ديروا بحال دابا جوج بيضات ضعفوا المقادير، جوج بيضات، جوج كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الحليب وكاس الماء وثلاثه د الخمارات ولا اربعه. المهم يضاعفوا المقادير، هنا غير بيضه وحده. صافي هنايا غادي ندخلها على فران بارد حتى غنديرها، عاد غادي نشعل الفران، غنشعل غير من التحت حتى تبدا طيب، حتى نشوفها بدات كطيب بدات كتقصح، عاد غادي نشعل من الفوق على درجه حراره فران ديال الضو، درجه حراره 150. وصافي هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت. وهنايا من بعد ما طابت الكيكه ديالنا دابا غادي نقسمها. راه هنايا كنقطعها معكم سخونه، راه باقا سخونه هنايا غير باش نشاركها معكم. ومن بعد عاد غادي نقلبها في هكا في شي حتى تبرد، عاد غادي نقلبها هكا في شي طبسيل ولا نخليها غير هنايا في هاد المول هذا. كتجي على هاد الشكل هذا، التفاح كيجي طايب وكيجي معسل من التحت. نتوما الا بغيتو تزيدوا هكا شويه ديال سنيده ديروا شويه ديال السكر هكا سنيده، ديروها رشوها على داك التفاح باش تيكون معسله من التحت. انا خليتها غير هكا وجات تبارك الله غزاله وهشيشه كتذوب في الفم. وانتم خليوها حتى تبرد، انا غير باش نشاركها معكم باش نقطعها وتشوفوا كيفاش جات. جربوها غادي تعجبكم، اقتصاديه للفطور، الفطور هكا الوليدات اللي بحال دابا اللي كيمشيو للمدرسه يفطروا بها يديوها معاهم. كتجي كتفرتت كتجي غزاله. داك الكوب كيعطيها واحد الطراوه. خليتكم على خير حتى الفيديو